احنا هنا عملنا الكوفي كورنر. الموضوع في السقف شكلها شيك، ان احنا بنفور الشقه بالكامل، بنعيد تاسيسات من اول وجديد. الدولاب مكمل للاخر، كله فلاب بالكامل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهندس محمد ديكو، شركه ديزاين. احنا موجودين فين؟ احنا موجودين في المنصوره الجديده، تحديدا مشروع جنه. مساحه الشقه 140 متر، نموذج ب. هنتكلم على الشقه وتفاصيلها، بس قبل ما اتكلم على الشقه وتفاصيلها، احنا يا جماعه كان معانا نفس النموذج ده مشطبينه قبل كده بالفرش، ومعانا برضه شقتين هينزلوا نفس النموذج اللي موجود معانا. النموذج ب ده النموذج اللي فيه 3 حمام. بيحصل مشكله كبيره ان في تسليمات الاسكان بيبقى فيها مشاكل. الافضل والاحسن ان احنا بنفور الشقه بالكامل، بنعيد تاسيسات من اول وجديد، ثم نبتدي شغل على نظافه. هنتكلم في الشقه اللي احنا موجودين فيها دي، هنتكلم في الزوننج اللي موجوده معانا. احنا الريسبشن قسمناه على 2 زون. اول زونه معانا السفره موجوده هنا، ومعايا الانتريه موجود في الجزئيه دي. طيب احنا في الجبسن بورد مستخدمين جبسن بورد، محددين الجزئيه دي بالنجفه طبقا للانتريه اللي موجود هنا. ومعايا امامي مباشره الناحيه الثانيه التلفزيون، ومعايا هنا في الجزئيه دي معايا السفره، وفوقها برضه السبوت لايت محدد الجزئيه بالكامل. الليب بروفايل من الاول لاخر مدي طابع كويس جدا، ومدي اضاءه جميله جدا على الكوفي كورنر ومكتبه التلفزيون اللي احنا عاملينها. بعد توزيع الزوننج هتلاحظوا معانا ممرات الحركه موجوده دايركت ستريت من اول دخولنا لباب الشقه. طيب احنا هنخش من باب الشقه، فتحه الباب على اليمين موجود معانا هنا لوحه الكهرباء، موجود معانا الويل بيبر. نموذج ب كان بيبقى فيه هنا حمام ضيوف، وللاسف المطبخ بيبقى صغير. احنا قفلنا حمام الضيوف، استغليناه في جزئيه المطبخ، وعملنا دخول دايركت مباشره. معانا الجزئيه اللي على الشمال اللي حمام الضيوف اتقفل فيها، هيتعمل هنا جزامه بالكامل، واسسنا هنا للانتركم المرئي مباشره موجود على شمال الباب واحنا داخلين. موضوع البورسلين اللي موجود معانا بورسلين متقسط بالطول بالكامل، بحيث ان اللحامات ما تكونش باينه وتدي اتساع للي داخل. برضو على شمالنا البانوهات موجوده بشكل حلو جدا وشيك. معانا على الجزئيه اليمين موجود معانا هنا مؤسسين للمرايه طبقا للتصميم اللي موجود. الخرطوم اللي موجود ده بالتاسيس اللي موجود معانا هنا ده عشان المرايه لو لد تنور مباشره، ما يبقاش فيها اي مشاكل. نخش بعد كده على باب باقي الشقه. معانا برضو اصبح في جزئيه السفره جبسن بورد فلات سبوت لايت. السبوت لايت دي بالمناسبه 3 اضاءه، ابيض وثلجي واصفر اللي هو الورم، على حسب التحكم فيه. معانا الليب بروفايل مكمل دايركت من الاول للاخر، مدي شكل انطباع كويس جدا. حته مهمه جدا بنعملها في مواقعنا الكوفي كورنر. الكوفي كورنر بيبقى مهم جدا وشيك جدا. الضيف مش محتاج ان هو يخش المطبخ، انت ممكن تكون قاعد على الانتريه محضر الكوفي، هيبقى شيك جدا وهيعرف ان انت بتهتم بكل تفصيله موجوده في الشقه. التلفزيون اللي موجوده معانا بديل الرخام، ستورج، ديكور، استغلال مساحه، شكلها شيك جدا. مكمله لحد فوق. معانا اضاءه دايركت راميه من تحت لفوق. معانا تعليق التلفزيون هنا، وبالمناسبه برضه ده معمول من الخشب مش من الجبسن بورد عشان يستحمل تعليق التلفزيون الموجود معانا. معانا الالوميتال هنا موجود، ده قطاع الالوميل، ده برضه جورجيا موجود معانا، ازاز دبل يمنع الصوت، برضه قطاع محترم جدا. النجفه اللي موجوده هنا محدده التيبل اللي موجوده هنا بالانتريه، برضه شكلها شيك جدا. الجزء اللي على الشمال الخامات المستخدمه هنا معانا الخشب الطبيعي، معايا بديل الرخام، معايا هنا البانوهات بكامل الشقه. مؤسسين بند التكييفات، مؤسسين الجزئيه دي في التكييف، مواسير فريون التكييف طالعه للكمبرسور اللي محدده اماكن الكومباوند، والصرف رايح للحمام. اصبح ان مفيش مشكله، والشكل ده اما يتحط عليه الفانه مش هيبقى الشكل ده ظاهر، هيطلع ظاهره شيك، شكله شيك جدا. معانا برضو اباليك في الجزئيه دي. حددنا العمود بخشب طبيعي رادد مع الخشب الطبيعي اللي في الكوفي كورنر، رادد مع الخشب الطبيعي اللي موجود في المكتبه اللي موجوده معانا. نخش بعد كده على الكوريدور. طيب تفصيله مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، ان احنا لو عايزين نفصل الكوريدور او الضيوف، او نفصل اهل البيت عن الضيف اللي داخل، ممكن نعمل باب هيدن بالطريقه الشيك دي. هيخش من ورا المكتبه، اصبح ان الباب هيدن، منه شكل ديكور ومنه انه مش باين وسوفت كلوز، وفصلت وعمليا ان برايفسي الشقه عن حرم البيت اللي موجود معانا.
خش بعد كده على الكوريدور. الكوريدور زي ما حضراتكم شايفين تقسيط البورسلين برضو نفس الموضوع، هي بلاطه واحده مش باين فيها الحمات من الاول للاخر. السي ان سي اللي موجود في السقف طبقا لرغبات العميل، هو ذوقه كده وحابب السي ان سي موجود، فتيجي طبقا لرغباته اللي هو عايزها معانا. دخلنا على المطبخ. توزيعة المطبخ ست البيت لازم تاخد بالها من الحاجات دي. معانا هنا ديب فريزر ومعانا هنا الناحية التانية مباشرة هنا البوتاجاز، ومعايا هنا الحوض. اصبح ان مثلث الحركة تمام مفهوش اي مشكلة. المطبخ ده هتشوفوه ان شاء الله بعد ما يتفرش ان احنا سايبين الجزئية دي كلها كده متخشنة، عشان لما نيجي نحط المطبخ نحط الباك سبلاش ونحط التوب بورد ونلزق هنا الرخام لازم يتلزق على محارة، فاحنا قاصدين نسيب الحته دي زي ما حضراتكم شايفين هنا. وبالمناسبه السيراميك الموجود ده سيراميك فرز اول عادي بنحافظ بيه على المطبخ بالكامل. طيب معانا تقسيمه المطبخ زي ما بلغت حضراتكم، معانا ثلاجه، معانا ديب فريزر، معانا هنا موجود معانا هنا البوتاجاز في النص، معانا هنا تاسيس للهود. اصبح ان الادخنه اللي طالعه من المطبخ هتطلع مباشره لبره. كان معانا هنا شباك، وهو ده كان حمام ضيوف اللي كان فاتح على الباب الشقه من بره، ده احنا ضمناه المطبخ استغليناه وحدات تخزين والبوتاجاز. وكان في هنا شباك قفلناه طبعا عشان التهويه اللي توصل البوتاجاز هتطفي الشعله اللي موجوده. معانا الحوض هنا اللي موجود ده سخان فوري متاسس تحت الحوض، وبرده هنا متاسس للفلتر وفيشه الفلتر موجود. معانا هنا غساله الاطباق، معانا كل ده مساحات تحضير. معانا هنا الفرن والميكرويف. هتشوفوا التصميم اللي موجود في المطبخ ده بعد التنفيذ هيبقى حاجه كويسه جدا. هنخش على الغرفة الماستر، ثم بعد كده نخش على غرف الأولاد، ونخش على الحمام الرئيسي. الغرفة الماستر مستخدمين هنا سيراميك قطع ليزر موجود معانا. تقسيمة الغرفة هناخدها كزوننج. تقسيمة الغرفة معايا هنا سرير 180 طالعين هنا بجبسون بورد باضاءه دايركت، وهنا بجبسون بورد باضاءه دايركت. معايا هنا كومود، ومعايا هنا كومود. معانا هنا الديفيتير، معانا هنا تاسيس للابليك برضه بينور من هنا، ومعانا هنا تاسيس للابليك بينور من هنا. الاضاءه الاندايركت اللي رد على السرير رد برضه نفس الموضوع في السقف، شكلها شيك جدا. المثال المستخدم هنا ازاز دبل بالجورجيا، تاسيس مكان للتكييف موجود هنا، مواسير فريون طالعه لبره، وتاسيس مواسير الصرف رايحه للحمام اللي موجود معانا. معانا هنا قطوع موجود في الحته دي فصلت الغرفه اللي موجوده معانا، ومعانا هنا التسريحه، ومعانا هنا البلكونه اللي في نموذج ب، وبرضه نفس النظام فاصلين الزونتين، وفي استمراريه بالليد بروفايل اللي موجود معانا. نخش بعد كده على حمام الغرفه الماستر. حمام ضيق ولكن مستغل استغلال امثل. احسن توزيع للحمامات الضيقه انك تفرش كله في اتجاه واحد. معانا اول حاجه على الشمال الحوض برخامه امبراطور، وحده بوديوم شكلها شيك جدا، حوض اوفر ذا كاونتر، خلاط جروهي، الاكسسوارات بالكامل، المرايه من الاول للاخر مديه وسع للحمام بطريقه شيك جدا. خدوا بالكم هنا فاصلين الليد بروفايل بين السيراميك الديكور الذهبي وبين البورسلين، شكله شيك جدا. وفصلنا العلاقه لان اللحامات كلها مش هتمشي مع بعض، فصل العلاقه مش هيبين عدم تقاول اللحامات معانا. نخش بعد كده على القعده العاديه موجوده معانا، مؤسسين الاكسسوارات كلها جولد زي لون السيراميك اللي موجود وراه مباشره، برضه شكلها كويس جدا. والهاند شاور برضه موجوده بالجولد شكلها كويس جدا. نخش بعد كده على البانيو اللي مؤسسينه، ومعانا الشاور بانل موجود. الشاور بانل برضه الاكسسوارات لونها جولد مع البانيو مع الاكسسوارات كلها جولد، مع تاسيس الشباك الالموتيه الموجود فيه الشفاط، الجبسون بورد فلات، مجرد ان احنا موصلين فيه السبوتات. شكل الحمام لاكشري شيك قوي وجميل قوي. نخش بعد كده على غرفة الولد. غرفة الولد شوف التصميم اللي موجود معانا في الواقع اللي احنا عاملينه للعميل، وشوف التصميم اللي موجود هنا ذوق طبقا لرغبات العميل. معانا هنا برضو سرير، ومعانا كومود، ومعانا الدولاب مكمل للاخر، مؤسسين لمكان التكييف موجود في الجزئيه دي، مواسير فريون التكييف طالعه كومبرسور، والصرف
رايح مباشره لبره، ومؤسسين هنا التسريحه، مؤسسين السلك بتاعها ليه؟ بحيث ان المرايه الليد بروفايل اللي موجوده معانا، القطاعات اللي موجوده بالكامل قطاعات الوميل، الازاز الدبل، مؤسسين للشطر في كل الشقه، بحيث ان العميل في المستقبل ما يضطرش ان هو يكسر معانا. نخش على غرفه البند اللي موجوده معانا. غرفة البنت اللي موجودة معانا هنا سرير 150، معايا كومود، الخشب الطبيعي اللي موجود هنا متحدد فيه ليد بروفايل، وبرضه الخشب الطبيعي اللي موجود هنا فيه ليد بروفايل. معايا الويل بيبر محدد السرير شكله شيك جدا. معايا الجبسن بورد كله فلاب بالكامل. تأسيس لمكان التكييف موجود هنا، تأسيس مواسير فريون التكييف رايحة للكمبرسور، تأسيس الصرف رايح للحمام. في الجزئيه اللي قدامنا معانا الدولاب كله بلت ان، مع برضه مكان للتسريحه، والخرطوم اللي طالع ده عشان لو الدولاب فيه ليد بروفايل يبقى متوصل له دايركت ومتشغل من هنا، وبرضه مكان للتسريحه موجود مكانه، والبريزه اللي موجوده معانا. شوفوا بقى الحمام الرئيسي اللي موجود معانا. على الرغم من الحمام صغير ولكن متأسس فيه غسالة وتأسيسها بكهربتها. معانا فوقها مباشرة السخان الكهرباء، معانا يمينها حوض بلت ان موجود الوحدة البوديوم مع الرخام الامبراطور، معانا الخلاط الجروهي، معانا الاكسسوارات، المرايه الكبيره شكلها شيك جدا بتدي امتداد ووسع في الحمام، معانا البانيو، معانا الشاور بانل، معانا هنا جزء الخوارنقات، جزء مهم جدا لاستخدام الديكوري او وضع الشامبوهات، ومعانا برضو خوارنق فوق القاعده المعلقه. معانا الاكسسوارات بالكامل، اكسسوارات جولد شكلها شيك جدا. الحمام مساحته صغيره ولكن هو شيك جدا. كده انا شرحت لكم الشقه سريعا. الشقه دي معانا على الصفحه فيها شقه نفس النموذج متشطب، وهينزل شقتين نفس النموذج اللي موجود معانا، المساحه 140. اتمنى ان الشقه تكون عجبتكم. للتواصل والاستفسارات اكتب لنا كومنت على الصفحه، وقسم التعاقدات هيكلمك مباشره اللي يقول لك كل التفاصيل والمعلومات. شكرا.